السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم طيبين. ففي المقطع ده أنا ما أدري أقول لك أمشي، لا أمشي المدينة دي، لا ما تمشي المدينة دي. أنا أجي أقول لك كيف تختار المدينة أنت اللي عايز تمشي لها، وحديك توب 5 مدن فيها أكبر نسبة طلاب أجانب. فخليكم معي. وصلنا أخيرا ل100 متابع. شكرا ل100 متابع ديل اللي ساعدوني من البداية وقاعدين معي منتظرين الجدد. وشوفوا الإحصائية دي، أكبر نسبة ناس بيجي يشوفوا المقطع ما بيعملوا اشتراك في القناة. يلا امشي اشتركوا طيب. 2000 years later. الناس الجدد، كسروا زر الاشتراك ده، فعلوا الجرس يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايكاتكم، ولو عندكم اي استفسارات اكتبوها تحت في الكومنت، وليتس جو. نبدا بمدينه هانجو. انا صراحه بالنسبه لي دي احلى مدينه انا عشت فيها، وما عشان انا بقرا فيها بس. انا زرت اكتر من مدينه تانية، وصراحه المدينه دي عجباني شديد، واكتر مدينه تحت فيها ده الويست ليك، المعلم الرئيسي في مدينه هانجو. انت لو ما زرت المكان ده انت اصلا ما جيت هانجو. بمعنى الكلمه. بيحبوا التراث حقهم شديد، الحاجات القديمة مستحيل يستغنوا عنها. هنا عندنا ال N77، ده أشهر مكان برضو هنا. عندكم الجوهرة الذهبية دي، المكان ده برضو إذا ما جيت برضو أنت ما جيت هانجي أصلا. وهانجي ما حلو بس في الليل، حتى في الصباح وفي العصر وفي أي وقت. صراحة هانجو هي متطورة من ناحية الطبيعة، حلوة جدا. أشهر حاجة في هانجو هو الشاي الأخضر. شوف التماثيل دي، يعني قصدهم انه شنو، انه نعمل سويا لكي نبني مجتمع افضل. الحاجة دي. والمدينة الثانية مدينة نانجين، داير ازورها شديد، داير ازور مدينة نانجين، وبعرف ليه ناس هناك وقاعد يقول لي والله مدينة حلوة جدا. لكن برضو اي زول اللي بيمشي مدينة تانية بيقول لي تتقارن مع هانجو. هانجو دي احلى مدينة من ناحية الطبيعة، من ناحية تطور. المدن كلها فيها تطور، واحلى حاجة في المدن دي كلها انه هي ما حلوة بس في الصباح. بتشوف التراب حقهم، بتشوف النهر، بتشوف الناس ماشية وجايين واللي ماشي مع عياله والناس اللي تيجي تتصور معاك. احنا جينا الصين دي بس بقينا مشاهير هنا. والله احنا يمكن طلعنا في التيك توك بتاعهم ده 500 ألف مرة. شوف الناس ديل، شوف الحبايب ديل جيتهم. قال يعني انا كده توتر يعني جيت انا، لكن انا ما معاكم، انا جاي اصور فلوق للناس. بعدها عندنا مدينة ووهان، دي أكتر مدينة الناس يمكن بتعرفها، الناس اللي ما قاعدين في الصين، عشان دي منبع الكورونا. لكن أنت بتقول منبع كورونا، لكن دي فيها يمكن أكبر نسبة طلاب أجانب. يعني سمعتها أبدا ما نزلت بعد ما حصلت كورونا. وبرضه عندهم واحد من أكبر المولات في العالم. والله الناس ديل والله وصلوا مكان بعيد جدا. شوفوا هنا عندهم تقريبا أطول شاشة عرض في العالم. يعني دي أول مرة أشوف شاشة قدر ده من البداية لحد النهاية. وطبعا نتكلم عن المدن كلها ونقدر نستغنى عن مدينة بيجين العاصمة، بكين. العاصمة كمان طبعا حلوة شديد. أكيد العاصمة يعني أكيد حيكونوا مستثمرين في العاصمة دي أكتر من باقي المدن كلها. نفسي أزور الجريت وول وسور الصين العظيم، من أهم الأهداف عندي أنا. وتاني برضو قلت لكم الحياة في الصين ما بس في الصباح حلوة، الطبيعة والخلابة دي تجي في الليل بتشوف حاجات جبارة، حاجات خرافية جدا. عندهم هنا يحبوا التسوق جدا. حتى صراحة الناس الصينيين ترى معاهم قروش مكرشين. مدينة شنغهاي دي أكبر مدينة تجارة في العالم تقريبا. عندكم هنا ده بند، ده أشهر معلم في الصين كلها مش في شنغهاي بس. طبعا مدينة شنغهاي ترى غالية جدا. غالية. شوفوا الناس بجد في الإجازات ما تمشي شنغهاي زحمة. شوفوا جوتشي ده تقريبا أكبر فرع جوتشي في العالم. عندك أبل ده تقريبا برضو تاني أكبر محل أبل في العالم. طبعا في الصين في مدن كثيرة، كثيرة جدا. طلاب بيجوا في مدن كثيرة، لكن دي زي ما قلت لكم 5 مدن فيها أكبر نسبة طلاب أجانب. أنا بس دار أقول لكم المدن، دار أقول لكم أصلا أنتوا كيف تختاروا المدينة. يعني أنت أصلا ما تفكر بس إنه هذا أمشي المدينة، ده أمشي شنغهاي مثلا. لكن أنت أول حاجة المفروض تشوف تخصصك فيه ولا لأ. بعد ما تشوف تخصصك تقارن بين الجامعات، تشوف الحاجة الثالثة، بعد كده تشوف المدينة آخر حاجة. صراحة المدينة هنا صراحة ما بتفرق شديد. هنا المدن تقريبا كلها زي بعض. الجامعات هي اللي تفرق. الرانك بتاع الجامعة، التصنيف بتاع الجامعة عالميا وداخل الصين برضو ده بيلعب دور كبير. زي ما قلت لكم ستيب 1
الخطوة الأولى اختار التخصص اللي انت عايزه. الستيب الثاني شوف الجامعات، قارن بين الجامعات، جامعات بتقدم التخصص ده دايره انت. ستيب 3 بعد كده فكر في مدينة عايز تمشيها. شوف المدينة، قارن بين المدينة. يعني ممكن انت يكون عندك يكون في جامعة مش في قرية لكن في مدينة صغيرة، في جامعة تانية في شنغهاي، لكن الجامعة في مدينة صغيرة دي بتكون ترتيبها أعلى من حقة شنغهاي. وبعد كده ده اختيارك انت. ولو لسه ما فهمتوا وعندكم أي استفسارات تعالوا تواصلوا معي في حساباتي على الانستغرام والتيك توك.